أشوف مرسو وأشوف فلفول. مرسو فلفول. ازيكم يا أصحابي؟ يا رب تكونوا كويسين. تيجوا نكمل النهاردة حصل ايه مع مرسو والتنين والكائنات العجيبة بعد ما وقعت في النرويج؟ يلا بينا. قبل ما تنام مرسو قعدت تفكر في اللحظات المضحكة. افتكرت لما الباراشوت وقع والكائنات وقعت منه، وافتكرت لما جامبو وقع فوقهم كلهم وهم بيعيطوا، وافتكرت منظرهم المضحك جدا هي وصديقها تينو. تاني يوم استعدت مرسو للمغامرة الجديدة، ولما جه تينو في ميعاده قالت: يلا يا صديقي ميعاد رحلتنا. جاهزة يعني؟ طبعا طبعا. بس احنا المرة دي مش هنطير، خلي بالك. أمال هنعمل ايه؟ هنتزحلق على الجليد. واو واو واو، ولا وحلوة المغامرة. يلا يا صديقي. ركبت مرسو على التنين والجو بدأ يسقع في رحلتهم. بدأوا يلبسوا الجواكت والجوانتيات والآيس كاب لحد ما دخلوا في المنطقة الجليدية، وبعدها قالت: هو احنا ينفع نقضي وقت شوية هنا يا تينو؟ أصل أنا أول مرة أشوف التلج في حياتي. أكيد أكيد. مرسو قعدت تلعب بكرات التلج وتحدفها على تينو، والكل بيضحك وسعيد. اللعب في التلج ممتع، والرسومات اللي بيشكلوها مع الأطفال رائعة. وقرروا يكملوا رحلتهم، ووصلوا للمكان اللي وقعوا فيه الكائنات العجيبة المضحكة. شافوهم زي ما هم، بس التلج واقع عليهم. بدأوا يفوقوا من الوقعة. قلب العريف لجنبه: من عليا، حرام عليك يا راجل، فطستنا. ايه ده؟ هو احنا زعلانين كده ليه؟ عشان احنا وقعنا في التلج يا زكي. وايه بقى اللي جاب التلج ده عندنا؟ يا ابني عشان احنا وقعنا في النرويج. هو يعني ايه النرويج دي يا كابتن؟ يا اختي، يعني بلد في القطب الشمالي. خلاص فهمت. بتعلي صوتك ليه؟ بلد في القطب الشمالي عادي يعني. اخيرا فهمت. قطب شمالي في البلد. يا ابني ارحمني بقى، ارحمني يا رب، صبرني عليه. كنت عارف إننا هنبقى في ورطة والله. طب احنا هناكل ايه دلوقتي؟ انتم عارفين ان السقعة بتجوع. انت اصلا على طول جعان. اكل ايه دلوقتي؟ مش لما نعرف هنعمل ايه. الدنيا كانت ضلمة جدا، وبدأوا يتحركوا علشان يدوروا على حتة يقعدوا فيها، وهم مش عارفين يمشوا وعمالين يتزحلقوا، وشكلهم مضحك جدا. هو احنا يا كابتن هنعمل ايه دلوقتي؟ هندور على مكان نقعد فيه لحد الصبح. قعدوا يمشوا وجنبه عمال يشتكي: وانا جعان. يا عم اصبر شوية. يا إلهي، بنسى أول مرة يقول حاجة عدلة. انتوا ما عارفين إننا في الضلمة، والضلمة دي خطر على العفاريت، واحنا مش بنعرف نعيش فيها كتير والله. يا جماعة انا جعان. أشد في شعري يا ابني، أصبر. مشيوا لحد ما لقوا شجرة، وجابوا كم قطعة من الخشب وعملوا كوخ صغير عشان يباتوا فيه. وأخيرا هنرتاح. ادينا وصلنا وعملنا بيت، هناكل امتى بقى؟ نام يا حبيبي لحد الصبح وبعدين هنشوف لك أكل. انت ناقص تاكلنا يا ابني. ناموا كلهم، وفجأة كلهم صحيوا مفزوعين على صوت دبش وهو بيصوت، واكتشفوا إن جنبه عدوا من مناخيره عشان كان فاكرها جزرة. ناموا كتير ويصحوا يلاقوا الدنيا لسه ضلمة، وبعدها يناموا تاني، وكل ما يصحوا يلاقوا برضو الدنيا لسه ضلمة. قلبوا العريف لبنسة: روح شوف فيه ايه البلد الضلمة دي. راح كمان أبو العريف لمكان في البلد، وشاف الناس بتروح شغلها عادي. استغرب جدا، وبعدها عرف إن النرويج كل يومهم ضلمة، والشمس مش بتطلع خالص عندهم أغلب أوقات السنة. وهنعمل إيه في الورطة دي بقى؟ البلد الغريبة دي. هي مهمة ضلمة زي أصحابها والله. انتوا عارفين انا فاضل ليا سنة صغيرة وهاكلكم كلكم.
قعدت تضحك مارسو وتينو جدا على منظر العفاريت الصغننين دول وهم خايفين من الضلمة. رجعت مارسو البيت وسلمت على مامتها وجهزت حاجة المدرسة وبدأت تنام وتغني العصافير على شباك أوضتها كالعادة وتقول: نام يا حبيبي نام، نام يا حبيبي نام، الله والسلام يحميك من الإنس والجان، هو القوي الرحمن. نام يا حبيبي نام، نام يا حبيبي نام. واستنونا يا أصحابي في مغامرة جديدة من مغامرات مارسو والتنين. سلام يا أصحابي.